السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الوصفه تاع اليوم رايحه تكون البريك بطريقه سهله. نبداو في المقادير وطريقه التحضير. نبداو بسم الله والصلاه والسلام على نبينا محمد. واش رايحين نحتاجو في هذه الوصفه؟ نحتاجو كميه تاع بطاطا اللي كنت غليتها في الماء والملح، كميه تاع دجاج، صدر دجاج، عندي كميه بصله صغيره مقطعه رقيق، وكميه تاع معدنوس مع كميه تاع فرماج ولا الجبن. دوكا نجيب مقله نحط فيها هذيك الكميه تاع البصل اللي كنت قطعتها، تقدري تقطعيها تقدري تسكرفجيها كما تحبي. انا هنا قطعته رقيق كما راكم تشوفوا، حطيته في المقله ذبلته شويه، من بعد زدت له شويه زيت. كيما تقدري تخلي البصل خضر هكذاك ما طيبيهش. حركت البصل باش ما ينحرق ليش، نبقى نحرك فيه حتى نشوفوا خضر هذاك اللون الذهبي. في هذا الوقت نجيب البولي اشي. انا هنا درت شويه صدر تاع الدجاج كما راكم تشوفوا، بعد اللي ذبلته شويه زدت له صدر تاع الدجاج. كما تقدري ديري له لافيون داشي ولا اللحم المرحي. هنا بعد اللي طيبته دوكا بديت ندلو في الملح وفلفل الكحل، شويه زنجبيل. هنا ديروا كامل شويه شويه. بقيت نحرك فيه كما راكم تشوفوا كي شتو طاب في الاخير كامل. هنا بعد اللي درت هذوك الفلفل الكحل والزنجبيل نبقى نحرك باش ياخذ هذاك اللون الذهبي كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. وفي الاخير كامل شديت زدت له شويه معدنوس مقطع رقيق. في الاخير كامل قبل ما نطفي عليه نحاول نخلط شويه باش هذاك المعدنوس يذبل، من بعد نطفي عليه يعني مام با دقيقه ونطفي عليه. دوكا نجوز للافارس. هنا عندي البطاطا كنت رحيتها، عندي كميه تاع الدجاج، عندي شويه زيتون مقطع رقيق، عندي حبيبات بيض والجبن والهريسه. دوكا ندير شويه جبن في الديول. هنا الديول درت ورقه كامله ونص ورقه في الوسط. وهنا الحشو نديروه على الجهه الحشه تاع الديول. هنايا شديت البطاطا كنت حيتها، درت لها كميه تاع فلفل الكحل، كميه قليله تاع فلفل الكحل وخلطتها. دوكا درت البطاطا زدت عليها الهريسه. هنا الناس اللي يحبوا الهريسه ولا الحار. دوكا نديروا الكميه تاع البولي اشي. كيما تقدري ديري في بلاصه البولي اشي تقدري ديري طون ولا لا فيوند اشي كيما تحبي. هنا نحاولوا نديروا شويه فراغ في الوسط، ما نخلوهاش طالعه بزاف باش كي نديروا الحبيبه تاع البيض ما تميلناش. وزدت كميه تاع زيتون. لو كان نجيب الحبيبه تاع البيض نفقسها في وسط الحبه، رشيت شويه ملح من الفوق. ودوكا نبدا نغلق في الحبه تاع البريك كيما راكم تشوفوا. نغلقوها على 4. نكونوا درنا الزيت تسخن في المقله. هنا بعد اللي سخنت الزيت نحط عليها الحبيبه تاع البريك. وهنا لازم تكون الزيت سخونه باش تحطوا الحبه تاع البريك. وهنا لازم يكون النار متوسطه تحت المتوسطه، ما تكونش قاويه باش الحبيبه تاع البيض طيب لكم. ما تبقاش كاين الناس اللي ما يحبوش البيض يبقى خضر يعني ماشي طايب. هنايا حاولوا تخلوها طول شويه وتبقاو تحركوا فيها مره على مره، تحركوها كيما راكم تشوفوا. هنا حبيبه التاليه
انا بعد اللي درت كل هذاك الحشو غلقتها وحطيتها طيب حتى نكمل كامل هذوك الحبيبات تاع الابريك. وهذه هي النتيجه تاعهم. ان شاء الله يعجبوكم، وإذا عجبوكم ما تنسوش ديروا جيم اشتراك مع وصفات اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.